السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف بسم الله ما شاء الله على شوية الكشري ذات الدجاهوات والشطة والكله اللهم صل على النبي كده نزلنا بيها بشوية زيت على شوية شعرية. دور كده يا اختي في مطبخك وشوف ايه اللي عندك، وهنعمل احلى طبق جايه شعرية. شوف هتلاقي فيه شوية شعرية، هتلاقي شوية رز، هتلاقي شوية مكرونة، وان شاء الله هتتدبر والغدوة تتغدى او العشوة وهتتغدى يومك. الاقتصاد هنا مش في اي حته تاني، والتوفير. نزلنا بالشعريه في جوز زيت كده ونحمرهم كده كويس مع بعضينا. اللهم صل على النبي. دي شويط والله العظيم كشري اقتصاد من الاخر. بقول لك اللي عندك في مطبخك اعمليه. ونزلنا واحنا بنحمر كده الشعريه، نزلنا بمعلقه ملح حلوه كده ونقلب. كل معلقه الملح ده بتساعد الحاجه اللي تحمر بسرعه وتبقى لونها حلو. زي ما انتم شايفين كده المكرونه كلكم تعرفوا تسلقوها. حط لها معلقه ملح وشويه زيت وسيبيناها تتسلق. وشفنا الشعريه كده لونها جميل، هننزل بيها بالرز اللي احنا غاسلينه. اللهم صل على النبي. اديكم زي ما انتم شايفين نسمي بسم الله ونزلنا بالرز. اللهم صل على النبي. وبعد ما نزلنا كده بالرز لازم اللهم صل على النبي هنقلبه ونسي. زي ما انتم شايفين كده هنقلبه زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. معلش الشبورة طالعة على الكاميرا فالإضاءة مش باينة. اللهم صل على النبي. بعد ما كده خشولت نزلنا هننزل بإيه؟ بكوباية عدس أصفر مغسولة. تقول لي عدس أصفر؟ أقول لكم أيوة. هننزل مع الشعرية والرز والعدس الأصفر بيجي معانا 3 ألوانات، أصفر وأحمر وأبيض. اللهم صل على النبي. دي اللهم صل على النبي. العدس الأصفر بيخلي طعمه والله جاي بتاع المحلات، بيفرق في الطعم خالص. فياريت تجربوها وتعملوها وتنول اعجابكم، ولايك واشتراك للقناه اللي يوصل لحد هنا. والحاجه ام الاختراع، وانا بقول لكم كل شيخ وله طريقه. اها، بقول لكم حاجات اقتصاديه وكل حاجه موجوده ان شاء الله في البيت. ونقلبهم كده في بعضهم. وهاد معانا 3 ألوانات، اصفر وابيض واحمر. اللهم صل على النبي. والله العظيم تاني هتخلي الطعم والريحة هتبقى جميلة. بيبقى ال3 درامات بيعملوا ميكس طعم جميل. والتلاتة هتكون في حلة واحدة هواتي. واحنا هنا بنقول لكم موفرين في الطاقة. وبعد كده هننزل بالكتل كده بمية سخنة. هنطلع فوق الرز بيها بعقلتين صابع. الاستوى هتطلع كده فوقيها بمية سخنة بعقلتين صابع. وبعد كده هنوطي عليها وتطيب على نار هادية زي الشمعة بس. وهنغطي كده ونوطي. اللهم صل على النبي. ونشوف المكرونه خلاص كده استوت. هننزل كده بيها. اللهم صل على النبي. هنصفيها. وتعالوا كده نعمل شويه ايه. البصل كده حلوين معلش. لزوم التكه كده والحركات مش هنقول غير زي بعضك بصله يتيمه كده وتتقضى. معلش الاضاءه كده مش باينه من الدخان الشبوره فطلع على الكاميرا فطلع الشكل مشوشر. اللهم صل على النبي. اديكم زي ما انتم شايفين البصله خلاص صفرت كده واحمرت جميله كده بيجي لونها جميل. والله العظيم تاني بتخشوي الخشوي اللي احنا حاطين لها رشه دقيق وشويه ملح واحنا بنحمر البصله. ونزلنا كده في نفس الزيت البصله ايه اللي احنا هنقلب بيها في نفس الزيت. مش بقول لكم الاقتصاد والحاجات الحلوه والبلدي يوكل. وبعد كده نزلنا بايه؟ بتوم كده دقين وتوم بفلفل اخضر بكمون بولا جراوله وبفلفل اسود بشطه كله مع بعضيه. دقينه في الهون وحاجه تدق الهون. والله العظيم حاجه حلوه. اللهم صل على النبي. ونزلنا نطشهم بيه بعد ما احمروا كده ببعضيهم. نزلنا بايه اللهم صل على النبي الخل. بعد ما الخل اتبخر احنا نزلنا بعصير الطماطم. اللهم صل على النبي. ديكم زي ما انتم شايفين. ولازم الطماطم تتسبك خالص التقليه زي ما انتم شايفين. ونزلنا في حته التومه زايده كنت انا مخلياها كده تومه. اللهم صل على النبي مدجوجه نيه لازم تتحط من فوق بتدي طعم جميل كده بتدي طعم جميل. ديكم زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ الدجه. نزلنا كده بكزبره في الاسود وكمون وشطه عشان الدجه بتحب الشطه وكم في وسط توم. وهنطشها بايه؟ احنا حاطين معلقه زيت كده وهنطشها كده بالحج خل كده مليح. بعد كده هنكسرها بنص كوبايه ميه. دي كوبايه خل على نص كوبايه ميه عصره ليمونه. اللهم صل على النبي. ونسيبها تغلي كده مع بعضيها. اللهم صل على النبي.
ونسيبها تغلي كده اهوت مع نفسها. وادي التجلية وشكل التجلية، ونعصر عليها فص ليمونة. والله فص الليمونة هيوديها في حتة تاني. وحطها لها انا نص معلقة السكر التجلية، فعشان تدي طعم حلو. الخل مع السكر بيدي طعم جميل كده واتي. اللهم صل على النبي. وحط لها الملح، معلقة ملح كبيرة. كل واحد على حسب ايه مقداره وحياجه. دي كانت انا حياجي معلقة كبيرة ملح بس. الاقتصاد هنا والتوفير مش في اي حتة تاني. لايك واشتراك للقناة. اشكر كل اللي بيدعم القناة من خارج مصر وداخل مصر. وربنا يا رب ينصر اخواننا المجاهدين فيها في غزة. وربنا ينصرهم. واديها بص بعد ما كسرت واحنا كنا غاليينها قوي. فبعد ما كسرت فكل ما تكسر كده قوي رحت انا زودت بشوية خل تاني. اللهم صل على النبي. زودتها بعد ما كسرت رحت زودتها تاني. وهحط لها بردك كمون تاني فهتدي طعم جميل والله. كل ما الحاجة تغلي هتبقى طعمها جميل ان شاء الله. وديت هنحط لها بردك نص كوباية مية. اللهم صل على النبي. وديات الحياج بتاعها سنة ملح دي على كديهم، على كد المقدار اللي معايا. ونسيبه يغلي تاني. اللهم صل على النبي. ما تنسوش تدعي لاخواننا في غزة اللي ربنا ينصرهم ويكفينا شر اليهود. ودي الصلصة والله تاني جميلة. وهنعمل كده ناخد منها نعمل شوية شطة في طبق صغير عشان هي لزوم التكة والحركات. وادي الشطة عشان هي يبقى مش حارمين نفسنا في حاجة. ونحط في التقديم هي شطة واللهم صل على النبي الدجة والصلصة. وادي الشكل والله النهائي. يا ريت تعملوه وتعجبكم والله. الشكل لذيذ كده واتي وجميل يستاهل بقكم. يا رب يكون التصوير عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك.